الربع بقول لكم قصة. واحد من اخوياي انا احبه واقدره وسنه وجهه مغسول بمرقه. مرة جاني ابوي وصحاني من النوم، قال يا بندر ابيك توديني لنياقي، رجلي والله انها توجعني ما اقدر اسوق. قلت ابشر. المهم انا اقوم واشغل السيارة ويركب ابوي معي. يوم جينا عندي شارة نحو البيت انا وقفت. طبعا سيارتي كنت مظللها فورد، كان معي فورد وكنت مظلله، وكل اخوياي يعرفون سيارتي ويعرفون حتى رقم اللوحة. يوم وقفت عندي شارة في واحدة من اخوياي جنبي ومعها 4 من اخوياه، يحسب اما في السيارة الا انا. عاد انا دايما اقول لابوي ان اخوياي كويسين ولهم رايحين خرابيط ولهم وسيده، وسبحان الله يجون عند ابوي عاقلين. هذا البلاء ابوك يا عقاب، ليتك ما انت بعاقل. ممكن واقفين شهر اليوم جاء واحده من اخوياي مع اكسنت، لا معها 4 2 دبابه ورا كذا سادحين جنود كلها خافسه، مشغلين اغنيه عراقيه صاقعين والدينها، وانا اطالع فيهم قلت الله لا يحييكم، ويطقطقون بواري جنبي طان طان حلو، امي يدقدقون بواري ويلفون علي شوي حلو، افتح الدريشه يا قمر معي ابوي. انا وش اسوي بابوي على هيك؟ المشكله وين؟ المشكله انه اكثر واحد مدحته عند ابوي هذا اللي طالع بسيجار، طالع يا حلو لابس له قميص يا تغلى يا ابو الشباب، لك 3 ايام ما شفناك ولا ترد يا ولد. يقول لك يا ولد قربت. ابوي طلع قال هذول من؟ قلت ما اعرف. ابوي ما دقق في شكله، لو دقق في شكله عرفه، لانه قبل 5 ايام كان اخوي ذا اللي طالع مع الدريشه حاضر معنا زواج وكان راكب معنا وابوي معنا. ليت ان اللي يستهبل علي ان اللي في المرتبه الثانيه، المشكله هو وطالعين كله مع الدريشه ما ماسكين جسمه الا اصابع رجلينه. قولوا يا قمر انت يا يوم فتحت الاشاره هم يتولجونه، انا حسبتك بلفون يميني بيدلفون وهم ادرهم مناويني، وكل ما طلع فيها يقول كذا. ثم التفت علي ابوي قلت كذا. تالي قال ابوي يقول اقسم بالله اني لبلغ الشرطه عليهم. شحد يعدون لو اهلك معك وش ما تسوى؟ هذول من هم؟ قلت يبا انا ما اعرفهم يبا هذول من؟ يا اخي السيجاره حذفها على دريشه ابوي يوم خلص منها ويتولجني واحد حدني يا ولد العلم ويش العلم ويش. وابوي دخل على الواتساب وارسل لهم ما يطلع الا صح، اقول يا ورع اذلف اللي معي ابوي والله العظيم انه بيلحم خير، اذلف والله يا اخي اذلف ولا ما يطلع الا صح. المثالي وقفت ما في موتر بيجي، موقف في محطه وعبي هم يجون يصفطون ويرقصون ينزلون يرقصون، وابوي ينزل عليهم، وابوي ينزل يوم نزلهم يخرشون، شافوا ابوي ما دروا ان ابوي معي يسبوني بالحالي ويجوني ينحشون تقروشوا. ابوي ينزل عليهم هو يتناولهم يمسك السواق ويدبج له ويقول يا عم انا اخوي ولدك بندر خويه والله اني ما دريت انك معه. ابوي يصفقه ومصفقه للدب جالس في المرتبه الثانيه. طيب حاشا السواق قاعدين جلد على اساس السياره بتمشي بالحالها، انزل. دخل ابوي يده مع الدريشه يمسك الدب ذا وما يدري ابوي يمسكه مع خشمه مع خدوده مع ديده مع كله متنفخ. يضرب ابوي يفتح الباب ويدخل عليه في المرتبه الثانيه يضرب يدري ليه قال كذا منبط والله ما يدري من اللي يضربه. المهم يجي ابوي يركب معي ويجلس ساكت، انا اعرف ابوي اذا طول ساكت ادري انه بيهجدني بيعطيها وضعيه جون سينا كذا، سمعت يكسر رقبتي. قال هذول اخوياك؟ قلت لا. قال اللي صفقته ذا اللي السواق ذا هذا قد ركب معي بس ما ادري وين احنا رايحين. اذكر الزواج. قلت ايه؟ قال هيك قطعكم يقطع اخوتكم يدنا فيس مرخمتنا عرفت بعضها كذول رياجيل تماشيهم. قلت له والله هم رياجيل. المهم يهاوشني وانزل عند النياق ما دريت الا 20 ملاحظه صوتيه من رفيجي. هو مرسل اول ملاحظه الله يلعنك الله يلعنك والله العظيم والله اني لجلد ابوك والله انا ثقع وجهي ثقع وجه ابوك تفقيع. انت شفت الخمشه اللي في وجهي؟ قلت اي والله اني شفتها طال عمرك، اي والله اني شفتها وانك تستاهل انت والدببه اللي قاعد يبكي هو يقعد تشكى. اخر ملاحظتين كلها من الدببه. انت ابوك المروح خليه يطلع عنا يقابلنا. انا افرم ابوك فرم خليه يطلع عنا هو بس على كافي يجلدنا احنا ما احنا بعيال. قلت اي والله انكم انتم بعيال وقضبكم جلدكم. حبيت اعلمكم من الدببه هذول الاثنين الحين في القاعده الجويه شغالين، واخوي هذا ملازم اول في الشرطه. الله يحفظكم ابوي دبجكم ترى.